دخلني مع الأوضة وعمل كل حاجة انتوا تتخيلوها في حياتكم. شيماء، شيماء، الحقيني، الحقيني ابوس ايدك. انا بولد ومش قادرة على التعب ده. فجأة كده فتحت عيني وانا نايمة كأني بحلم بالظبط. اتفاجئت لما شفت آية بنت عمتي قاعدة على ركابها جنب سريري وماسكة ايدي بتبوس فيها وبتقولي قومي قومي انا بولد. انا كنت حاسة ان انا ساعتها بتوهم. لقيتها بتقولي قومي يا شيماء، الحقيني الحقيني ابوس ايدك، انا بولد ومش قادرة اتنفس وماسكة نفسي بالعافية. قومي لحسن اهلي يصحوا. اتعدلت ساعتها من نومي وانا مش مستوعبة كل اللي هي عمالة تقوله، وبصيت على الارض تحتها لقيت فعلا في سائل كده زي المية وهي بتتألم جامد، وكان باين قوي على ملامحها ان هي بتولد. طب ازاي ده يحصل اصلا؟ ده هي مش متجوزة ولا حامل. ازاي؟ نزلت من على السرير بسرعة قومتها وقعدتها على السرير وانا مطروبة ومرعوبة وايديا عمالة تترعش. قلت لها طيب اهدي كده وفهميني ولادة ايه اللي انتي بتتكلمي عنها؟ انتي مالك شكلك عامل كده ليه؟ انتي مالك تعبانة بطنك بتوجعك؟ انتي من شدة الوجع اكيد بتخرفي. ردت عليا وهي بتتكلم كده بصعوبة وقالت لي لا انا ما بخرفش يا شيماء، انا فعلا حامل وبولد دلوقتي. انتي لازم نمشي من هنا بسرعة بدل مولد واهلي يشوفوني وساعتها هيموتوني. يلا استوري عليا انا بجد ماليش غيرك دلوقتي، ماليش غيرك يا بنت خالتي. انتي لازم تستوري عليا، ده انتي وجودك معايا النهارده نجدة ليا، واكيد ربنا جابك ليا مخصوص علشان اللحظة دي. رحت قايمة بسرعة ووقفت وواقفة في صمت وبصيت على بطنها كده واتصدمت وانا شايفاها كبيرة وبارزة على غير العادة، وشكلها فعلا شكل واحدة بطنها حامل. لقيت نفسي مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. الساعة 2 بعد نص الليل وعمتي وجوزها هما الاتنين نايمين، وكمان مفيش اي حاجة تخلينا نخرج من البيت في الوقت المتأخر ده. مهما كانت الحاجة دي ازاي هنخرج؟ فكرت شوية بعدها قلت طب هنخرج ازاي وباباكي قاعد ومعاه المفتاح، ازاي يعني هيسيبونا نخرج من غير ما يعرفوا؟ وهنروح فين وهنعمل ايه؟ انا ساعتها دماغي اتشلت من التفكير مش عارفة افكر ازاي. لقيتها بترد عليا بوجع وبتقولي اتصرفي، انت لازم تتصرفي وتخرجيني من هنا ولو هنروح فين. انا عارفة احنا هنروح فين وهنعمل ايه، حاولي بس تخرجينا من هنا باسرع وقت. وفجأة كده لقيتها بتتصل على حد بالتليفون وقفلت معايا السكة وقالت لي ابو الولد اللي في بطني ده مستني بره وهياخدنا وهو هيتصرف، بس المهم انك لازم تخرجينا من البيت والباقي سهل. رحت واخداها ونزلنا من الشقة بنتسحب كده، ووقفت فعلا قدام بوابة البيت بالظبط. وكان ساعتها للأسف جوز عمتي قافل البوابة بالقفل ومش هنعرف نفتحه والمفتاح مش معايا. فضلت أحاول إن أنا أفتح القفل بأي حاجة، ببنسة شعر أو مثلا بأي حاجة في التلاجة بسكينة، لكن معرفتش. وآية ساعتها كانت خلاص على آخرها، وفجأة راحت واقعة على الأرض وابتدت تتلوي هنا وهنا. طبعا مبقتش عارفة أعمل لها إيه. وفجأة كده شفت طفل على الأرض تحت منها بيصرخ. اتخضيت ما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. نزلت على الأرض وحاولت أشيله معرفتش، لأنه كان لسه مربوط بالحبل السري. جريت على فوق ودخلت الشقة بهدوء واطمنت ان الكل نايم ورايح في سابع نومه ومش دريان بأي حاجة حواليه. وجبت كده شوية أدوات ساعدتني وقطعت الحبل السري وقومتها، وده ما كانش صعب عليا أصلا لأني ممرضة وكمان عندي خلفيات عن المواضيع دي. ونزلت جري وبقيت ايدي بتترعش. قطعت الحبل السري بعد ما ربطتهولها ولفتهولها في الفوطة، وبصيت على الولد وسألتها بخوف طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا خايفة قوي لحسن حد يشوفنا ومامتك كمان ممكن تصحى في اي وقت. لقيتها راحت مشاورة كده على شنطتها وقالت لي هاتي التليفون بسرعة يا شيماء. اديتها التليفون وهي راحت متصلة برقم وقالت في التليفون ايوه يا عمر انا ولدت، يلا بسرعة تعالى خد ابنك، تعالى يلا بسرعة وبنت خالتي هتنونهولك يعني من الشباك لاننا معرفناش نخرج، وخده زي ما اتفقنا. والمكالمة خلصت على كده، وراحت واخدة مني الولد حضنته وشمته وبسته وعيونها مليانة دموع وحزن.
ضعفت وغريزة أمومتها اتحركت، لكنها مسحت الدموع لما سمعنا صوت عربية برا الباب. فرحت ورحت جريت على الشباك وفتحته ولقيت واحد واقف تحت الشباك. قالت لي ده عمرو، يلا اديله الولد. انا اخدته منها وناولته لعمرو من الشباك، وهو اخد وراح لافه في الجاكيت بتاعه وجري، وكان بيتلفت حواليه خايف لحد يشوفه. ورجعت بقى لآية بنت خالتي واخدتها على الحمام وعملت اللازم ليها، وبعدها مسحت كل حاجة، مسحت مدخل البيت من كل الآثار اللي ممكن تفضحنا، ورحت أخدتها لفوق. وأنا طبعا دماغي كانت مليانة مليون سؤال، لكن طبعا حالتها ما كانتش تسمح بأي نقاش، فسكت. وتاني يوم الصبح لقيت عمتي صحيت من النوم ونادت على آية بنتها. طبعا قعدت تقول يا آية يا آية تعالي تعالي علشان تديني الدواء وهاتيلي الفطار، انتي اتأخرتي عليا النهاردة قوي. طبعا انا رديت عليها وقلت لها ايوه يا عمتي انا جايلك اهو، معلش آية بس النهاردة واخدة دور برد كده وهتفضل نايمة. فلقيت عمتي بتقول برد يا حبيبتي، تلاقيها اتعرضت بالليل وهي نايمة والجو بارد، يا عيني تلاقيها ما بتعرفش ان هي تغطي نفسها كويس. ولقيت فجأة عمتي سألتني وبتقولي طب وانتي ليه ما رحتيش التدريب النهاردة يا شيماء؟ ليه ما رحتيش المستشفى؟ انتي مش كان عندك تدريب يا بنتي؟ رديت عليها وقلت لها لا مش مهم يا عمتي، ولما يعني آية تاخد العلاج وحالتها تستقر وكده انا هنزل، بس مش مشكلة بقى، انا قلت اقعد معاكم واساعدكم النهاردة، وانا رايحة خلاص اعملك الفطار اهو. وبتلفت كده حواليا بعد ما خرجت من الأوضة ما لقيتش جوز عمتي. سألتها امال هو راح فين يا عمته؟ قالت لي والله يا بنتي هو تلاقيه خرج، هو عنده شغل فاكيد خرج من بدري، ما انتي عارفة ان هو بيسافر عشان شغل وكده وبيجيلنا كل شهر اسبوع ولا حاجة. ساعتها خوفي قل وارتحت لما عمتي قالت لي الكلام ده، ورحت عملت لها الفطار. وبعد كده رجعت لآية في الأوضة بتاعتها علشان أعرف منها الحكاية كلها بالتفصيل وأحل كل الألغاز اللي شفتها امبارح دي واللي مش قادرة أوصفها ولا صدقها. قربت منها وهزيتها كده بشويش وقلت لها يا آية اصحي يا آية، اصحي بقى كفاية نوم، قومي طمنيني عليكي، ويا ريت تقوليلي كل الألغاز اللي في بالي من امبارح وجاوبيني على كل الأسئلة. اتعدلت كده بتعب وقالت لي مفيش ألغاز ولا حاجة يا شيماء. كانت بتتكلم كده بمنتهى البساطة وكأنها ما عملتش أي حاجة، وكأن اللي حصل ده غصب عنها. اتعصبت عليها وقلت لها بقولك ايه يا آية، ما تخلينيش اتنرفز وافقد اعصابي عليكي، انتي مش مستحملة، احكيلي كل اللي حصل بالتفصيل الممل، وازاي وامتى ده حصل وفين. انتي عايشة معانا في بيت واحد، ومعقولة محدش لاحظ عليكي انك حامل ولا ظهر عليكي اي اعراض حمل؟ والغريب من كده ان الواد ده راح فين ومين اللي جه وخده ده؟ مهدت وقالت لي هحكيلك على كل حاجة، بس انا وقعت في غلطة، الغلطة اللي غلطتها 1000 بنت وكانوا دايما بيحذروا منها، وبرضه في أغبياء زي لسه بيقعوا فيها لحد دلوقتي. لقيتها بكل برود وبتلقائية كده قالت لي أنا اتجوزت عرفي، اتجوزت الشخص اللي جالي ده وأخد الولد، كنت متجوزاه عرفي علشان يعني قال لي احنا لازم نتجوز علشان يضمن يعني ان انا عمري ما هستغنى عنه، وان انا مش هغدر بيه واتجوز غيره يعني لما يخش الجيش ويخرج منه وما يلاقينيش. لكن للأسف اللي حصل بعد كده ان احنا ضعفنا وانا سلمتله نفسي، وكان دايما بيجيلي هنا البيت. انتي عارفة ان امي دايما بتكون نايمة، وبابا زي ما انتي عارفة على طول مسافر في شغله، وهو وعدني ان هو اول ما يخلص جيش خلاص هيجي ويتقدم لي رسمي، وكان فاضل سنة ويخرج، وكنا خلاص عاملين حسابنا واخدين كل احتياطاتنا علشان محملش. لكن للأسف بقى حصل اللي ما كناش متوقعينه وبقيت حامل. حاولت بكل الطرق ان انا انزله لكن معرفتش، وشهر ورا شهر للأسف بدأت بطني تكبر، وعلشان انزلها خلاص هيتكشف امري، فاتفقت بقى ان احنا نكمل الحمل على الحال ده، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اخبيه. كنت طول الفترة في البيت دايما على طول قاعدة بلبس واسع، ودايما بربط بطني بحزام، وبتجنب تماما ان انا اقعد جنب امي وابويا. ولما كان وزني بيزيد زيادة كانوا بيقولوا عادي ده علشان هي دايما قاعدة في البيت وبتاكل طول الليل،
وعلشان امي تعبانة دايما وحركتها بسيطة، وعلشان ابويا دايما بيسافر ومحدش بيقعد في البيت، فما لاحظوش عليا تعب الحمل والترجيع والكلام ده، ومحدش فعلا من اهلي حس باي حاجة. وبعد ما عدى شهور الحمل ومحدش حس بحاجة، اتفق معايا ان انا اول مولد هو هياخد الولد ده ويخليه عند واحد صاحبه متجوز لحد ما هو يتخرج من الجيش ونتجوز، وساعتها بقى هنبقى واخد الولد ده ونتصرف، حتى يعني نسافر لنا برا سنة كده لأي مكان ونرجع بيه ونقول اي حاجة. طبعا كنت عمالة اسمع الحكاية من بنت خالتي وانا مش مصدقة نفسي، كأني كده بتفرج على فيلم من افلام السينما. تفاصيل عمري ما كنت اتخيل انها ممكن تحصل لحد في الواقع. بجد هي ازاي قدرت تخبي حملها عن البيت كله؟ والمصيبة كمان انها ازاي اتجوزت عرفي، وازاي قبلت على نفسها تعمل حاجة زي كده من ورا اهلها. المشكلة بقى ان يا ترى الولد اللي ابوه خده مننا ده يا ترى وداه فين؟ انا مش عارفة راح فين، وهل الشخص ده وداه فعلا لواحد ثقة وهيحافظ على الولد، ولا هيعمل فيه ويضيعه؟ ده مهما كان روح بريئة، روح ملهاش ذنب في اي حاجة. المهم عدى شهر على الموضوع ده، عدى شهرين، عدى 3. المشكلة ان آية حست ان عمر بدأ ان هو يبعد عنها ويتهرب منها. مهما تسأله عن مكان الولد علشان تروح تطمن عليه يفضل يقول لها انا مشغول دلوقتي، انا ورايا حاجات. قالت لي يا شيماء انا حاسه ان عمر ده اكيد عمل حاجه في الولد، انا قلبي مش مطمن، وخصوصا يعني ان هو دايما بيتهرب مني، كل ما اتصل بيه اساله عن الولد يتهرب من الكلام، انا خايفه الولد ده يكون حصل له حاجه وهو مخبي عليا. فكرت شويه وقلت لها لازم في طرف تالت غيرنا يدقق في الموضوع ده ويتدخل، لاننا لوحدنا كده مش هنعرف نتصرف في اي حاجه. قعدنا ندور كتير ورا عمر ده لغايه ما لقينا صاحبه ده كان اسمه محمد، وده كان صاحبه الانتيم، واللي اكيد متأكد وعارف الولد ده راح فين، لانه هو اللي كان شاهد على الموضوع من البداية خالص، وكان شاهد على عقد الجواز العرفي ما بينهم. ولما ساعتها آية خدتني ورحنا له الشغل واتكلمنا معاه، طلع فعلا عارف كل حاجة، وقال انه عمر ما اداش الولد لحد من صحابه ولا حاجة، ده حطه قدام باب الجامع في نفس اليوم اللي اخده فيه من آية، وقال لنا ان هو متفق معايا على كده. ساعتها انا اتصدمت، وآية انهارت وبقت تبكي وعمالة تصرخ وتقول انا عايزة ابني. محمد صاحبه لما شاف حالتها منهارة كده راح متصل على طول بالتليفون على عمر، وطبعا عمر لما سمع الصريخ اللي عمالة تصرخه آية راح قايله اديهالي يا محمد، اديني التليفون علشان اكلمها. وفعلا عمر كلمها بهدوء وقال لها في ايه يا آية، اهدي شوية، اهدي لغاية ما ارجع من الجيش، انا عارف طريق الولد وهرجعه ان شاء الله، هرجع لك ابنك، ما هو ابني كمان زي ما هو ابنك، انا مش هسيبه بسهولة خالص، ومش هرمي طبعا ضنايا، اصبري بس معايا شوية دول وخلاص هانت. آية طبعا اضطرت ان هي تصدقه لان مفيش اي قدامها حل غير الحل ده. عدى شهرين وانا حياتي كلها كانت متشتتة، فضلت قاعدة مع آية، والفترة دي كانت عمتي دايما بتسألنا، كانت ملاحظة ان في حاجة غريب، كانت بتسألنا باستمرار، بس احنا كان دايما ردنا واحد ان مفيش اي حاجة. وبعد شهرين كده سمعنا ان عمر خرج من الجيش، ومش بس كده كمان ده خلص خدمته وخلاص، قلنا بس دي نهاية المأساة، لكن اللي حصل للأسف غير اللي احنا كنا متوقعينه تماما. لما آية قالت لي الحقيني الحقيني يا شيماء، ده عمر ما بيردش عليا، وما بيردش كمان على صاحبه محمد، وكمان صاحبه بيقول ان هو سافر. رديت عليها بصدمة وبذهول وقلت لها سافر فين يعني؟ قالت لي انا معرفش، انا قعدت اسأل صاحبه بيقول ان هو خلاص اخد شنطة هدومه وقال ان هو مسافر ومشي ومش هيرجع تاني بقى غير كل فين وفين. عرفت ساعتها وتأكدت ان هو خلاص غدر بيها. سألت بقى ساعتها بقى ايه وقلت لها هو فين عقد الجواز بتاعك؟ ردت عليا وهي متوترة وقالت لي ما هو معاه، العقدين خلاهم معاه لانه كان خايف لحد من البيت عندي يلاقيهم وساعتها هتحصل مشكلة كبيرة. ساعتها سكت وانا خلاص بدور على حل للكارثة اللي احنا وقعنا فيها دي ومش لاقيه لها اي حل. قعدنا صبرنا شهر، عدى شهرين، ومفيش طبعا لا حس ولا اي خبر عنه. في الاخر عرفنا من صاحبه انه سافر ابو ظبي، او بمعنى اصح يعني هرب وعمل عملته وسابها وراه، ساب وراه واحدة على ذمته لا هي طايلة لا سما ولا طايلة ارض.
لا هي مثلا متجوزة ولا متطلقة ولا تقدر تقول عليها اي حاجة. وطبعا لو قالت مش هتعرف تثبت، هتثبت ازاي وهو كان دايما حريص ان علاقتهم تفضل في السر. وحتى محمد لما رحنا له وطلبنا مساعدته وشهادته قدام جوز عمتي وكمان قدام اهل عمر، رفض وانكر معرفته بالموضوع تماما، وقال لنا كده خلاص انسوا عمرو وانسوا كل اللي حصل. وانتي بقى يا ايه اتصرفي، حاولي تتصرفي وتعيشي حياتك طبيعية كأن ما حصلش اي حاجة، اعتبريها يا ستي تجربة قاسية ومرت. ردت عليه طبعا آية بغضب وقالت له ازاي ما حصلش حاجة، ازاي ما حصلش حاجة، ازاي انت بتقول ايه؟ طب ابني اللي خلفته صاحبك اللي خده ورماه، انسى ده ازاي؟ ازاي انسى شرفي وشرف عيلتي والفضيحة والعار اللي انت عملتهم في حياتي؟ طب لما يعرفوا اني مش بنت اتصرف ازاي؟ انسى ازاي حرقة قلبي على ضنايا اللي معرفش عنه اي حاجة؟ انسى كل ده ازاي؟ طيب انسى ازاي ان انا وثقت في واحد وحطيت حياتي ومستقبلي ليه وهو دمرني؟ سكت ساعتها محمد ومردش وسابنا ومشي. سابني طبعا انا وهي واحنا شايلين حمل فوق طاقتنا، وحاسه ساعتها ان انا في كابوس فظيع، وانا شايفه بنت عمتي وهي مضغوطه وهي منهارة بمعنى الكلمة. ومن اليوم ده ابتديت أشوفها وهي بتدبل قدام عيني كأنها كانت عايشة على أمل، ولما الأمل راح بتموت بالبطيء. صحيح قربت من ربنا وبدأت إنها تستغفر وتطلب منه السماح والعفو، لكن حتى لو ربنا هيسامحها هتسامح ازاي نفسها بعد ما ضيعت روح بريئة ملهاش أي ذنب، ضيعت روح بريئة بغبائها وسذاجتها. طبعا أنا مش هقدر أحمل كل الغلط على عمر، لكن الغلط الأكبر عندها هي. أنا عارفة إن دي دايما بتكون نهاية العلاقات اللي بتكون في الضلمة. الشيطان هيفضل طول عمره يلعب على النقطة دي، نقطة ضعف النفس البشرية، بينجح كل مرة في إنه يتفنن فيها ويزينها ويوقع الناس في الغلط والمعصية. ودايما الشيطان يغمي عيونهم عن كل الحقيقة اللي بتبقى واضحة زي وضوح الشمس، ويزين لهم كل حاجة بتغضب ربنا. الحب على فكرة شيء جميل وأحلى حاجة ربنا خلقها، لكن له ضوابط وله أصول. والحب لو مش في النور ونتباهى بيه وتكون آخرته حلال يبقى منسموش حب. والبنت اللي تصدق كلام شاب وتآمن لكلامه وتفرط في أعز ما تملك وهي فاكرة إنه هيصونها تبقى بالظبط موهومة، تبقى كده شبه الفراشة. عارفين الفراشة اللي بتتجذب لضوء النار وبتروح لعنده لحد رجليها وترمي نفسها فيه لغاية ما تتحرق فجأة، وفي النهاية طبعا محدش بيخسر ويتحرق في النار غير البنت. القصص دي أكيد عدت عليكم كتير، بس القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل، والقصص والعبر بنشوفها كل يوم، لكن للأسف ما بناخدش منها أي عظة وما بنتعظش من أخطاء غيرنا ولا بنفوق. احنا ما بنفوقش إلا لما نقع في نفس الغلط. خافوا على نفسكم يا بنات واحذروا، اوعوا تسترخصوا نفسكم، اوعوا تخسروا نفسكم باسم الحب. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا كمان زر الجرس، دعمكم يهمنا علشان نستمر في تقديم كل القصص والحكايات اللي بتحبوها. وبتمنى من كل قلبي ان صاحبة القصة ربنا يكرمها في حياتها وربنا يسعدها ويعوضها عن كل اللي شافته، وتحاول تنسى اللي فات وتستغفر ربها. انا عارفة ان الحاجة دي صعبة عليها جدا وصعبة على كل بنت، بس هنعمل ايه؟ اعتبريه بلاء من عند ربنا علشان يختبرك ويكشف صبرك. ربنا يا بنتي يوفقك ويسعدك في حياتك الجاية.